السلام عليكم. كتير بقى مننا ساعات كده بيبقاش عنده مزاج ان هو يدخل المطبخ او يعمل حاجة في المطبخ. النهاردة هنعمل وصفة سهلة وسريعة، مش هتاخد منك 10 دقايق، وهنعملها من بواقي التلاجة. بصي، هتلمي كل البواقي اللي في التلاجة عندك، هتعملي منها وصفة تحفة. استحالة حد يعرف ان هي من بواقي التلاجة، وهتطلع تجنن بالشكل اللي انت شايفينه ده. ومن كميات بسيطة جدا هنعمل وجبة تكفي حوالي 6 افراد، وهتطلع تجنن بجد. كانت تحفة، اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. يلا كده نشوف هنعمل الوصفة بتاعتنا النهاردة ازاي. اول حاجة عندي هنا نص كيلو مكرونة بن. حلة بقى كده على النار، وهنزل فيها بمعلقة من الملح ومعلقتين من الزيت. على فكرة تقدري تستخدمي اي نوع مكرونة موجود عندك، والوصفة بتاع النهاردة تنفع جدا بقى بالمكرونة. لو عندك شوية مكرونة كده بايتة هتنفع جدا كمان. هنسلق بقى المكرونة كده، هنسيبها حوالي 7 دقايق كده على النار تتسلق. وبعدين هناخدها بقى كده ونشطفها شطفة كويسة جدا بعد ما نسلقها. ويلا بقى نكمل الوصفة بتاعتنا. عندي بقى هنا بقية الوصفة. عندي بقى بصي اي حاجة متوفرة عندك في التلاجة. انا عندي هنا فلفل اخضر وطماطم قطعتها كده مكعبات، وعندي زيتون شرايح، وعندي بقى هنا دي صلصة طماطم. يعني عندي هنا عارفة الصلصة اللي بتسبكيها كده المكرونة، هي دي صلصة طماطم متسبكة المكرونة. عندي كده كان عندي شوية فاض منها. وعندي بقى هنا سجق. السجق لازم يكون مستوي، ما ينفعش يكون ني. هتحمريه كده تحميرة سريعة. وعندي كمان هنا شوية جبنة كده رومي مبشورة، ومعلقتين معجون الطماطم. وعلى فكرة تقدري تستخدمي بدل السجق اي حاجة متوفرة عندك. عندك صدر فرخة كده فايض، عندك قطعتين لحمة فايضين، هتعمليها هتطلع تحفة. هننزل بقى كده بالمكرونة، وهننزل بالسجق، الطماطم، الفلفل، هننزل كده بكل المكونات على بعضها. ما تتأيديش بقى بأي حاجة أنا حطاها في الفيديو، يعني انتي أي حاجة عندك متوفرة هتستخدميها. لو عندك كده شوية مكرونة بصلصة فايضين منك، هتعملي بيها الوصفة هتبقى حلوة جدا. مستحيل حد يعرف ان هي مكرونة بايتة. وهننزل كده بمعلقتين معجون طماطم. على فكرة لو عندك شوية بشاميل بدل الصلصة هتبقى تحفة جدا. يعني بدل ما نستخدم كده صلصة الطماطم هتستخدمي بشاميل. وهنحط كده نص معلقة صغيرة من الملح، ونراعي الملح اللي في الزيتون، ما تكتريش الملح عشان ما تبقاش مملحة معاكي. هنقلب بقى كده المكونات كلها مع بعض بالشكل اللي انت شايفاه ده. الموضوع سهل جدا وبسيط، وخدنا كده كل حاجة متبقية عندنا في التلاجة. هنطلع وصفة جديدة استحالة حد يعرف ان هي من بواقي التلاجة. الطاجن بقى اللي هتشتغلي فيه كده ومسحة خفيفة خالص من الزيت. وهننزل كده بخلطة المكرونة الخطيرة اللي عملناها مع بعض. وما تتأيديش بقى بأي حاجة أنا حطيتها، أي خضار متوفر عندك انت حابة تحطيها تشتغلي بيه. ما شاء الله تحفة. أتمنى بجد ان انتوا تجربوها، وهستنى بقى رأيكم في الكومنتات. ولو وصلتوا معايا لحد دلوقتي في الفيديو، أتمنى بجد ان تحطوا لي لايك، وتشتركوا معايا في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل الفيديوهات اللي بنزلها. وعندي بقى هنا جبنة موتزاريلا، هنزل كده على الوش. أي أنواع جبن بقى عندك انت حابة تستخدميها هتستخدميها. هنا عملت أول طاجن، هنعمل طاجن كمان. لو حابة بقى تعمليها كده في طواجن فخار الصغيرة ديت هتبقى حلوة جدا كمان. يعني ما تتأيديش بأي حاجة، بصي بتبقى تحفة في الآخر. على فرن بقى سخن كده، وهندخلها وهنشغل الفرن والشواية مع بعض. مش بتاخد وقت، يعني حوالي كده 7 8 دقايق كده الجبنة بس تسيح وتاخد اللون التحفة ده. وبجد هتعجبكم لان هي تحفة ما شاء الله، وطعمها حلو قوي. ولا اسهل ولا اروع من كده هتعمليها، مش هتاخد وقت خالص. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها، وهستنى رايكم في الكومنتات. وباي باي.